خلينا بقى ندخل في الجد. نمرة واحد، حزب الحرية والعدالة اللي كان نازل قدام حضرتك في دايرة ميت غمر في الدقهلية مش موجود النهاردة. فهو أنا هحاول أتوازن كإعلامي وأحفظ له هيبته. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا هحب إن أنا أبدأ الحوار الحقيقة أيا كان. خلاص النتيجة حسمت ومفيش عقارب الساعة زي ما بيقولوا لا ترجع إلى الوراء. خلاص مرتضى منصور لم يوفق في انتخابات الدايرة أو دايرته في مقعد مجلس الشعب، وحظ سعيد له في ما يختار لنفسه من مستقبل سياسي. حضرتك يجوز تستمر في مشوارك كمرشح للرئاسة، أو هنتكلم عن الموضوع ده بعد شوية. أنا عايز أبدأ بحاجة لفتت نظري، وهي الرسالة التي وصلت مرتضى منصور ليلة انتخابات الإعادة. ماذا تقول هذه الرسالة؟ أيوة. تقرأ لي لو سمحت. مرتضى، عشان الكاميرا تجيبها بس. نبعت لك شيك على بياض، تضع أيوة. الرقم الذي تريده وتنسحب من الانتخابات، اما خلاف ذلك ستقتل يوم النتيجه، شاور نفسك ورد برساله. خليها ثابته شويه علشان المخرج الحقيقه يقدر يركز الصوره او الكاميرا علشان يجيبها. خد شيك على بياض والا ستقتل يوم النتيجه، شاور نفسك ورد برساله. ده نص رساله استقبلتها على المحمول بتاعك ليله انتخابات الاعاده في دايره ميت غمر. طب كلمنا شويه عن الرساله دي. شوف، اولا انا من المعجبين، حضرتك بتقول نحفظ لحزب الحريه والعداله عدم وجودهم يعني. انا من المعجبين بالشيخ الشهيد حسن احمد عبد الرحمن البنا. تمام. مؤسس جماعه الاخوان المسلمين. تمام. هذا الرجل الذي كان شديد الذكاء، شديد الدهاء، معتز بنفسه، ما كانش بينام الا 5 ساعات. انا قاري تاريخ كويس جدا. هذا الرجل ولد في قريه المحموديه. والده كان مأذون القريه وكان مؤذن القريه وكان يعمل في تصليح الساعات. هذا الرجل هو الذي بدأ هذه الدعوه. تمام. وبدأها من مدينه الاسماعيليه عندما عين مدرس في مدينه الاسماعيليه، وكانت الاسماعيليه مناخ مناسب انه تبقى في دعوه فيها. ليه؟ لانها كانت مدينه فرنسيه على ارض مصريه يحميها الاحتلال الانجليزي. وكان في الوقت دون زي ما احنا دلوقتي الليبراليين انه يقول لك ايه، لا ما فيش حاجه اسمها الدين والسياسه يعني الكلام اللي احنا بنسمعه الايام دي كان برضه في الوقت دون. وكان هناك طه حسين بالتجديد بتاعه، لكن هذا الرجل كان قد تاثر بجمال الدين الافغاني ومحمد عبده، وتاثر ايضا براجل اسمه رشيد هو يعتبر استاذه. تمام. في الوقت ده كان الدعاره مرخصه، وكانت في هذا الوقت الحانات فيها والخمور بيعملوها اعلانات، فالمناخ كان مناسب انك تتكلم عن الدين والاخلاق والقيم. وكانت دعوته، هو نفسه قال انا لست حزبا سياسيا ولا جمعيه خيريه للاصلاح ولا نادي، لكني انا صاحب دعوه. هو نفسه انا صاحب دعوه وفكر. هذا الدعوه والفكر اللي بدات ب6 رجاله، يعني هو بدا ب6 رجاله من رجال الاسماعيليه، ثم انتشرت الدعوه الاسلاميه. انت عارف الجماعه الاخوان المسلمين دلوقتي على مستوى العالم كله. وكانت في البدايه هو كان له وصايا، انك لما تسمع الاذان صلي، كلها اخلاقيه مالهاش علاقه بالسياسه. لما تسمع الاذان صلي، لا تمزح، لا تضحك، لا تجادل، لا تتحدث عن غيري في غيبتك، كلها امور اخلاقيه. تمام. الى ان بدات الجهاز السري للاخوان المسلمين، والذي انشاه عبد الرحمن السندي. عبد الرحمن السندي ده كان جهاز خاص. عمل ايه هذا الجهاز السري الذي قال عنه ونشر البيان بعد مقتل الشهيد حسن البنا؟ قال هؤلاء ليسوا اخوان وليسوا مسلمين. الكلمه اللي انا قلتها ايام الانتخابات هو اللي قالها على فكره الشهيد حسن البنا. قالها ليه؟ لانهم قتلوا حكم دار القاهره سليم زكي، قتلوا النقراشي، قتلوا اللي قتل النقراشي، قتلوا احمد ماهر على فكره. وفي حضرتك تقرا مذكرات الشيخ سيد سابه من الاخوان، قال لك محمود العسوي اللي قالوا بينتمي للحزب الوطني هو من الاخوان المسلمين. وبدات حمله من التفجيرات لاقسام الشرطه اعتراضا على كان في مظاهرات، تعرف كان في اتفاقيه صدقي بيفن، ففي مظاهرات تمت ايامها، حصل نوع من القمع، فحركوا بعض اقسام الشرطه الى ان قتل الخزندار. ليه بتدخلني في التاريخ؟ انا اقول لك ليه بقى. لانه انا لما اتقال عني ان انا زي ما حضرتك شفت كده ان انا سفاح، عايز اقول لا، انا مش سفاح. الذي تبرأ من هذه الجماعه
في اخر ايامه ونشر بيان عندما قتل الخزندار. كان شاكر كان راجل قاضي طالع من بيته في حلوان، راح يركب القطر، قتل الخزندار. ادي كان قاضي في محكمه الاستئناف. ادي واحد. اثنين، قمه التفجيرات اللي حصلت في بعض المنشآت، منها بقى محكمه باب الخلق، راحوا قنبله وحطوها في شنطه. عايز اقول انا، لا انا مش انا الارهابي، انا عايز اقول الذي تبرأ. ثاني واحده، الذي تبرأ. انا مالي مال الكلام ده؟ ليه بقى؟ اقول لك ليه بقى. لما كتب عني، انا بسالك عن معركتك الانتخابيه في 2012. ما هو بص يا بيه، كتب عني بقى، كتبوا عني وموضوع مكتوب عار عليكم ان يكون نائبكم السفاح المعارض على قتل المتظاهرين. بالظبط كده. فانا طلعت قلت ايه بقى؟ يعني واحده بيتكلموا على ايه؟ على اتهامك في قضيه هرد واحده الجمل، وان انا واحد مأجور من مأجورين الحزب الوطني. واخد بالك؟ انا هرد واحده. عايز اقول ان هذه الدعوه، وانا اسف اقول الكلام دوت، ان الحزب الاخواني، جماعه الاخوان المسلمين يا استاذ معتز، فرق بينه وبين الحزب الحريه والعداله. جماعه الاخوان المسلمين طول عمرها دعوه تتكلم عن الدين. اول ما بقى حزب سياسي خلاص السياسه فيها اوحال. انت عايز تنجح، عايز كرسي، عايز مكان، دخلت هذا المعترك بكل اساليبه النظيفه والغير نظيفه. ده اللي انا عايز اقوله.